ثورة ضد مفاهيم خاطئة في الزواج، من كتاب نظرة جديدة للزواج، دكتور ماهر الضبع. كل زواج في الدنيا ممكن انه يكون زواج ناجح، وان نجاح الزواج او فشله بيرجع لمفاهيم واقتناعات معينة بتحدد اللي بنعمله في الزواج، وبسبب المفاهيم الغلط بيفشل الزواج. وعشان كده الكاتب بيشجعك لتغيير المفاهيم الغلط لضمان نجاح الزواج. سأل الكاتب: ليه صنع الله الزواج؟ أول أمر، لإعلان صورة الله. إزاي؟ خلق الله الإنسان على صورته، ذكر وأنثى خلقهم، فصورة الله بتحمل صفات الذكر والأنثى مع بعض، وباتحاد الراجل والمرأة في الزواج بيؤدي لإعلان صورة الله للعالم كله. تاني أمر، لخلق علاقة مشبعة ولتسديد الاحتياجات النفسية، فقال الله: ليس جيد أن يكون آدم وحده. الله عارف إن الرجل والمرأة مش هيبقوا متوازنين نفسيا إلا بارتباطهم ببعض، وإنهم محتاجين لبعض لتسديد احتياجاتهم النفسية والعاطفية. تالت أمر، إن الزواج بيئة صالحة لتربية الأبناء، فالزواج الناجح بين أب وأم بيحبوا بعض هو أفضل ظروف نفسية ممكن يتربى فيهم الأبناء. رابع أمر، الزواج بيطور الفرد وبيخليه شخص أفضل، لأن كتير من عيوب الإنسان مش بيدركها غير لو حد ساعده يشوفها فيطور من نفسه، وده بيحصل برضه في الزواج. وهنا الكاتب سأل سؤال: إيه هي صدمة ما بعد الزواج؟ وقال إنها بتحصل ل70% من الرجال والسيدات، وبتكون أعراضها إحباط وضيق وغضب مكبوت وإحساس بالرفض، وإنه متقيد في سجن مش قادر يخرج منه أبداً. وأسباب الصدمة دي: أول حاجة، اصطدام الأحلام بالواقع. تاني حاجة، الاختلافات بين الزوج والزوجة في العادات الشخصية والسلوك. تالت حاجة، اضطرابات التغيير بسبب تغيير شكل الحياة عموما بعد الزواج. رابع حاجة، الخناقات الزوجية، برغم إنها أمر طبيعي في البداية بسبب اختلافات شخصية الراجل عن المرأة، وكمان اختلاف تربيتهم وخبراتهم وحياتهم، لكن للأسف بتسبب صدمة كبيرة بعد الزواج. وخامس حاجة والأخيرة، صدمة المشاعر، بسبب إنها قلت حدتها جدا بعد الزواج وما بقتش قوية ومشتعلة زي وقت الخطوبة. وبيوضح الكاتب إن من نتائج الصدمة إحساسنا إننا اخترنا غلط، وإن الزواج فاشل فنفكر في الانفصال، وده من أهم أسباب ارتفاع نسبة الطلاق في أول سنتين في الزواج. لكن علاج الصدمة إننا نغير طريقة تفكيرنا، وإننا نبذل مجهود لإصلاح الزواج ومعرفة شريك حياتنا أكتر. ووضح الكاتب طرق لإنجاح الزواج. أول طريقة، التواصل، وبيحذر الكاتب من إن الكلام يقف بين الزوجين. مش المقصود الكلام العادي بخصوص ظروف الحياة أو الأولاد، لكن المقصود التواصل بمعرفة الطرف الآخر، احتياجاته، إيه اللي بيفرحه وإيه اللي بيزعله. تواصل بانفتاح على عالمنا الداخلي، على أحلامنا، مخاوفنا، دموعنا وأفراحنا، وده بيقوي العلاقة بين الزوجين وبيقربهم جدا لبعض. وكمان أشارك باللي بتوقعه من شريكي، وإيه اللي بيعمله بيجرحني، وأقبل التغيير. وده بيحتاج نخصص وقت للكلام مع بعض، ونقرر نتكلم بانفتاح ونسمع بعض باهتمام، ونفهم الكلام اللي بين السطور. فمهم جدا اني افهم اللي عايز يقوله شريكي حتى لو مقدرش يعبر عنه بالكلام، وكمان نصلي مع بعض. تاني طريقة لإنجاح الزواج هو التغيير. وقال الكاتب إننا محتاجين نصلي صلاة السكينة اللي بتقول: يا رب ساعدني أقبل الأمور اللي غير قابلة للتغيير، وامنحني الشجاعة علشان أقدر أغير الأمور القابلة للتغيير، وأعطيني الحكمة علشان أعرف الفرق ما بينهم. والتغيير معناه إني أحب وأقبل شريكي بكل صفاته، وأخليه يحس بالأمان، وإن حبي وقبولي مش مشروط، وأشجعه على أننا نتغير للأفضل. تالت طريقة قالها الكاتب إننا نفهم إننا مختلفين، فالرجل والمرأة مختلفين اختلافات جسدية في شكل الجسد وتكوين العضلات والدهون والإشباع الجنسي، وكمان بينهم اختلافات نفسية، منها إن الراجل بيستمد قيمته من العمل والإنجاز، لكن المرأة بتستمد قيمتها من نجاحها في العلاقات. والراجل لما بيتعرض للضغوط بيكون رد فعله الصمت والدخول للكهف لوقت معين، أما المرأة فبتعاني من الضغوط فبتحتاج تتكلم وتحكي.
وفي اختلافات عاطفية، فالراجل بيميل للتحليل والاستنتاج، أما المرأة فبتميل للإحساس والمشاعر والتأثر العاطفي. الحياة بالنسبة للراجل متقسمة لأدراج: درج مخصص للشغل، ودرج مخصص للعلاقات، ودرج للبيت، ويقدر يفصل كويس بين كل درج. فلو في مشكلة في درج البيت مش بتأثر على شغله، لأنه بيقفل الدرج ده وبيفتح درج الشغل وكأن مفيش مشكلة. أما المرأة فحياتها دولاب كبير، لو حصل مشكلة في أمر معين بتتأثر كل حياتها. ووضح الكاتب إن اختلافاتنا بتخلينا نكمل بعض، وإن إدراكنا لاختلافاتنا بيحمينا من خناقات كتيرة قوي. مهم تعرف أكتر عن شريك حياتك واختلافاته الطبيعية. وفي الآخر قال الكاتب إن الخلافات الزوجية أمر طبيعي وهيحصل، لكن حذر من الأساليب الغلط لمواجهة الخلافات دي. زي إيه؟ 1. تجنب المواجهة والاحتفاظ بالجروح جوانا. 2. الصراع الساخن بين الانفعال واستخدام الألفاظ قاسية ومؤلمة. 3 حاجة الانتقام ورد نفس التصرف الجارح اللي قام بيه الطرف التاني. 4 حاجة المقاطعة. ورجع الكاتب وذكر أساليب سليمة للتعامل مع الخلافات. 1. استنى شوية تهدى علشان تعبر عن نفسك صح من غير تجريح. 2. ابحث عن السبب الحقيقي، لأن في أوقات كتير بننجرح من أمر معين ومش بنعبر عنه، وننفعل ونطلع غضبنا في أمور تانية مش حقيقية. محتاج تسأل نفسك عن السبب الحقيقي لمضايقتك أو مضايقة كمان شريك حياتك. 3. قيم الأمر، هل يستحق الخناق والزعل ولا نتيجة بس إرهاق وتعب؟ 4. مارس الغفران الحقيقي. 5. عاتب بحب. 6. صلوا مع بعض. الكتاب مليان بالتفاصيل المفيدة، بنشجعك تشتريه وتقراه وأكيد هتستفاد أكتر. ربنا معاك.